العراقية. ننتقل من البصرة وجمال البصرة إلى محافظة المثنى. زميلنا فراس الوهامي عدلنا تقرير مباريات كأس العالم تتصدر الأحاديث ورواد المقاهي في المثنى. خلينا نشوف هذا التقرير وبعدها راجعين. تشهد المقاهي والمطاعم في مدينة السماوة حركة نشطة منذ انطلاق مونديال قطر عام 2022، إذ زاد شغف العراقيين بكرة القدم من إقبالهم على متابعة مباريات المونديال ودعم الفرق التي يشجعونها لساعات متأخرة من الليل وسط أجواء رياضية ساحرة. بالنسبة للتجمعات هنا والناس تجي شباب بس أمور رياضة هنا نفتح لهم هاي الشاشة. هم بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الكش يسولفون عن الرياضة. كرة قدم هي حلوة. هاي الأماكن الموجودة هنا لقاءاتنا عن الرياضة، والرياضة بشكل عام تعبانة عندنا بالسماوة، تعبانة تحت الصفر. تجمع الرياضيين القدامى والشباب فيكون الحديث طعم مشترك، يعني مثل ما تقول خليط بين الرياضة بالعصر الحديث والرياضة القديمة. وتعد المقاهي فسحة لأغلب الرياضيين في محافظة المثنى وملتقى لتبادل الأفكار حول الواقع الرياضي المحلي وكيفية تطوير الرياضة من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. هي فرصة احنا نلتقي يوميا من خلال كأس العالم، بطولة كأس العالم، ونشوف أبسط شيء يمكن دولة قطر وين وصلت وين طورت وين هاي. احنا مع الأسف هنا نفتقد كل شيء وخاصة بالسماوة. صحيح، هو حكينا كله هذا جاي نقعد بالقهاوي ملتقى الرياضيين فقط، لأن ما عندنا شيء نسولف به. السياسة احنا غاسلين يدينا منها، ما علينا بها، ما نتدخل. بس احنا كرياضيين يعني هاي نتألم لهيك أمور الواصلة الرياضة لهاي الأمور. نعم، هي فرصة، طبعا فرصة المونديال، فرصة لفتح ملفات أخرى رياضية. يعني نتحدث عن محافظتنا، محافظة المثنى، هناك الكثير من المشاكل الرياضية. الممثل الوحيد للمحافظة يعني مع الأسف أنه هبط للدرجة الأولى، كان ممثل في الدوري الممتاز. كانت الحركة الرياضية والمشجعين كانوا يبحثون عن النادي، ويعني نشاهد أنه يعني مدرجات ملعب السماوة كانت تمتلئ بالحضور. الآن مع الأسف أنه النادي يعني أصبح في درجات أخرى بعيدا عن مصاف الدرجة الممتازة وفرق النخبة. ويرى معنيون ضرورة توفير منتديات ومراكز شبابية تفتح في أوقات المساء، فغياب الأنشطة الرياضية يدفع البعض إلى الجلوس في المقاهي، كون شريحة الرياضيين لا تجد متنفسا سوى المقاهي. لبرنامج صباحكم رياضي، فارس الوهامي، المثنى.